السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة منعم الرياضية. مرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة حتكلم فيها اليوم عن مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب الجزائري. حستعرض معكم بالتفصيل كل مجريات المباراة. بس بتمنى إنك لأول مرة تشاهدني اضغط زر اللايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد إن شاء الله. نيجي نتكلم عن مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب الجزائري اللي كانت واحدة من المباريات القوية والصعبة جدا في نفس الوقت. مباراة دخلناها بظروف هي ما سهلة وضغط كبير شفناه وتوقعات أعلى من العادة، لكن رغم كده كله المنتخب قدر يثبت حضوره ويوري إنه عنده شخصية وتطور حاصل في الملعب. المباراة انتهت بالتعادل، لكن تفصيلة مليانة شغل فني وتكتيك وروح عالية من أول دقيقة لآخر دقيقة. نيجي نتكلم عن إدارة المدرب كواسي أبيال للمباراة. الصراحة كواسي أبيال لعب المباراة بعقل كبير وهدوء واضح. المدرب قرأ الخصم كويس، خصوصا بعد طرد اللاعب الجزائري آدم وناس من الجزائر. وقدر يرفع خط المنتخب شوية شوية ويعلي من نسق المباراة. أبيال ركز على التنظيم الدفاعي في بداية المباراة وما استعجل أبدا في الهجوم، وحتى بعد الطرد بدل طريقة شفناه، بدل طريقة اللعب وخلى اللاعبين يضغطوا على الجزائر بصورة مستمرة عشان يستغلوا الزيادة العددية الموجودة. كان في شغل واضح في التمركز داخل الملعب بالأخص وسط الملعب في الشوط الثاني، لكن أيضا التردد وسوء القرار والتمرير النهائي دي كانت النقطة اللي كان بيحتاج يشتغل عليها الفترة الجاية. بشكل عام أبيع عمل إدارة كويسة جدا حسب المتاح، لكن باين إنه محتاج لازم يركز على جانب الإنهاء الهجومي وصناعة الفرص الواضحة واستغلال الفرص من اللاعبين. نتكلم عن أداء لاعبين منتخبنا الوطني في المباراة. حقيقة اللاعبين عملوا اللعيبة عملوا مجهود كبير جدا رغم الظروف والتحديات. حتى شفنا في الدفاع كان ثابت ومركز وخاصة قطع الكرات العالية واستخلاص الهجمات الخطيرة. ايضا شفنا خط الوسط كافح وضغط واجتهد كتير، لكن مرات اتلخبط في التحضير للهجمة لانه شفنا المنتخب كان بيحضر كتير. ايضا الهجوم حاول لكن ما كان في خطورة حقيقية على المرمى، الا وشفنا محاولة عبد الرؤوف يعقوب على المرمى اللي هي كانت ضايعة. ودي اهم نقطة لازم تتحسن في المباريات القادمة عشان نضمن التأهل للدور الجاي ان شاء الله. لعب بروح قتالية عالي جدا وكان ماسك نفسه، خاصة بعد ما حسوا انه المباراة ممكن تمشي المنتخب. نيجي نتكلم عن الحارس ابوجا قبل ما ندخل على الدفاع. لازم نقيف وقفة كبيرة مع الحارس ابوجا اللي قدم مباراة اسطورية بصراحة جدا. رغم انه ما كان هو الحارس المتوقع يبدأ المباراة، لكن بعد ما اخذ الفرصة استغلها، شفنا احسن استغلال وتصدياته كانت خطيرة جدا في بداية المباراة، حفظت للمنتخب من هدف كان يكون بدري كان حيلخبط علينا وراق المنتخب، لكن كان ثابت في كل الكرات العالية والمخفضة. حتى شفناه بصوته وتوجيهاته للاعبين خلت الدفاع واقف بصيغة وثبات عالي. أبوجا حقيقة أثبت لنا إنه هو حارس كبير وعنده ما يقدمه للمنتخب وحتى لناديه نادي المريخ. نيجي نتكلم عن خط الدفاع، ولازم نبدأ باللاعب محمد أحمد إيرينج اللي كان حرفيا ما شاء الله أسد في الدفاع، واللي قدم مباراة بطولية ورجولية قدام لعيبة محترفين من أوروبا وحتى من الخليج وحتى من الدوري الجزائري. حقيقة ما خاف ولا ارتبك، بالعكس كان دايما بيقطع الكرات كان ممكن تتسجل في مرمانا. محمد أحمد إيرينج لعب واحد لواحد بثبات عالي جدا وكان صخر الحقيقة في عمق الدفاع. قدر يطلع بالكرة شفناه من الخلف بعقلانية شديدة وما تلخبط وما حاول بقدر الإمكان ما يخطأ أبدا. أيضا المدافع كرشوم اللي كان لاعب بخبرة عالية جدا وكان صمم أمان الحقيقة، وكان واقف دائما في المكان الصحيح يغطي على المساحات ويرتب الدفاع، وتدخلاته كانت كلها في وقتها الحقيقة كلها كانت حاسمة ما شاء الله. وجوده كان عامل توازن كبير في الخط الخلفي لمنتخبنا الوطني. حتى ياسر جوباك اشتغل شغل كبير جدا في الباك اليمين، دافع وضغط ووقف ووقف الهجمات المرتدة اللي كانت خطر علينا جدا. كان مركز في التغطيات وما غلط في اي كورة شفناه، كان كلها تدخلاته بنسبة 80% صح. حتى طبنجة قدم اداء عالي جدا وهادي ومحترم جدا، كان متمركز تمركز ممتاز، شفناه قطع كرات كثيرة كانت مهمة وما خلى اي ضغط في الجهة اليمين للمنتخب الجزائري انه يكون عليه. نجي نتكلم عن خط الوسط ونتكلم عن بوجبا وما ادراك ما بوجبا اللي كان واحد من نجوم المنتخب بالامس. قدم أداء ممتاز جدا وقطع الكرة وشفناه بيقطع في الكرات ويلعب برجولية وتحكم في نص الملعب. كان قدام الجزائر مبدع جدا.
حتى في التمريرات كان معظمها صحيحة ومركزة، يعني رغم الإرهاق البدني. أيضا عمار طيفور اللي كان هو أصلا الشريك المثالي لبوجبا، وشفناه كان بيتحرك كويس وساعد في افتكاك الكرات، وكان موزون في قراراته وعمل زيادة عددية في الوسط. وأيضا ماشي في حق اللاعب صلاح عادل اللي كان لاعب مباراة ذكية جدا أنا شايف وجهة نظري، وكان ما واضح زي باقي اللعيبة لكن شغله كان مهم، كان بيربط بين الوسط والهجوم وفتح المساحات وبالتمريرات القصيرة. أيضا ساعد في الاستحواذ والضغط العكسي، شغل هادي جدا وشغل مركز اشتغل عليه اللاعب صلاح عادل، كان أساسي جدا في توازن المنتخب. كان فعال كالعادة. مان عبد الرؤوف روفا اللي كان واضح عليه شفناه الإرهاق، خصوصا إنه جاء من ضغط مباريات والسفر، لكن رغم ده ما قصر ولعب مباراة كبيرة جدا. يعني كان بيحمل الكرة لقدام، بيخلق حلول هجومية، وكان بيرجع يساعد الوسط في كثير من المرات، يعني يثبت الكورة وفتح مجال لزملائه انه يتحركوا في الخلف. روفا لاعب مسؤول جدا الحقيقة، يعني رغم التعب ورغم الارهاق البدني عليه، وقدم مباراة بطولية جدا تشفى عليه، وان شاء الله نتمنى اللاعب ينتظر منه الكثير ان شاء الله في المباراة الجاية. لو اتكلمنا عن الهجوم لازم نتكلم عن اللاعب محمد عبد الرحمن الغربال قائد المنتخب الوطني. الغربال شفناه حاول كثير ويتحرك وضغط وفتح مساحات، لكن الكرات كانت بتوصل له كانت قليلة جدا، والهجوم عموما ما لقى الامداد الكافي، لكن الغربال ادى اللي بيقدر عليه. يعني رغم الجهد والارهاق على لاعب الجزولي نوح اللي قدم مباراة ممتازة في اسناده لخط الوسط والدفاع، وشنو ايضا بيكون سند يعني حقيقي لمحمد عبد الرحمن في خط الهجوم. عموما المنتخب الوطني يعني داخل بظروف وتحديات كبيرة جدا، منتخب ما داخل هو البطولة مرتاح، بالعكس يعني لعيبة مرهقين من السفر والمباريات، ضغط جماهيري كبير، نقص في التحضير، اعتماد على مجموعة جايين يعني من أندية بيلعبوا كل 3 أيام، وبطولة قوية، مجموعة صعبة جدا ومعقدة. لكن رغم الظروف اللاعبين ما قصروا وقدموا اللي عندهم واكتر، ولا تخاذلوا ولا تراجعوا. لازم المدرب بعدين يشتغل على التمريرات الأخيرة لأنها كانت ضعيفة شوية، وقلة التسديد على المرمى، يعني ما شفنا تسديدات كثيرة على المرمى، والضعف في الإمداد للمهاجم محمد عبد الرحمن الغربال. دي أهم النقاط اللي لازم تتحسن في المباريات. طبعا نوجه رسالة للجمهور، يعني انتوا الحقيقة كنتوا السند الحقيقي للمنتخب وشجعتوه، لأنكم يعني كنتوا حرفيا الوقود الحقيقي للاعبين. إن شاء الله تكون دائما داعمين وساندين لمنتخبنا الوطني، بالتوفيق إن شاء الله، ونشوف مباراتنا القادمة أمام المنتخب العراقي إن شاء الله منصورين بإذن الله. اضغط اللايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد إن شاء الله. نلتقيكم إن شاء الله بحلقة جديدة. سلام من الله ورحمة الله وبركاته.